من المؤشرات أن لا تخجل من شيء، لا يخجل منه عادة. لا تخجل من شعرك، لا من بثورك، لا من صلعتك، لا من قبيلتك، لا من سيارتك. ناس توقف سياراتها بعيد علشان يعني أقل، ولا مستحي، ولا يجي 10 دقائق يتعذر لك ثوبه مدري إيش ونكب عليه كافي ومدري. والله إني أحبك، والله أحبك، ما أحب ثيابك، ما عندي مشكلة. هذه من المؤشرات. من المؤشرات إني أنا يقولك دائما كل ما تشتهي والبس ما يشتهي الناس. هذا العكس، البس أنت اللي يريحك، لأن من المؤلم جدا أن تلبس حذاء ضيق لأنه يعجب الناس. دلوقتي احنا رايحين هاب ALX. معايا مازن حبيبي. يعني صراحة والله النهاردة احنا هنروح كده نشوف نقدر نعمل ايه هناك يعني. نختلط مع المجتمع الجامد اللي هناك ده. واحنا كمان عندنا كورسات اصلا في ALX. خلاص خدت التذكرة. احنا طالعين المترو دلوقتي. حابب تقولي للناس يا عم مازن؟ حابب دي أول تجربة ليا لأن أروح المكان ده، وصراحة حابب أتعرف على ناس جديدة. قولنا كده الكلام ده تاني كده يا عم مازن بعدين عشان ممكن يكون ما سمعكش. الصراحة مش عارف، ممكن يكون دي سلسلة جديدة ممكن أقدمها يعني، ونحاول نقول كلام أو نصايح واحنا في الطريق مع بعض، وبرضه نتكلم ونتفضفض عن أي حاجة عايزينها مع بعض. يعني أنا بعتبر الكاميرا دي انتوا قدامي فبتكلم معاكم وأشوف يعني النقاش بتاعكم والكلام بتاعكم في التعليقات. الحقيقة إن أنا لسه مقابلني موقف دلوقتي في المترو. يعني لا تسعى لإرضاء الناس، المهم إن أنت تعمل حاجة لوجه الله. يعني تسعى لإرضاء نفسك وإرضاء ربنا بس، لأن أنت مهما عملت مش هيبقى راضي عنك من الناس يعني. قول إن أنت مهما كان ما تتأثرش بكلامهم، واعمل الحاجة خلاص يعني، اللي هو أنت بس تبتغي بيها رضا ربنا يعني. صراحة هي في حاجة كمان عايز أقولها، يعني إن عمري في حياتي ما كنت أفكر إن أنا أخد التجربة دي وأتكلم قدام الناس في الطريق، أو إن أنا أمسك الموبايل وأصور. يعني بحاول أعمل حاجة جديدة أتعلم منها. إحنا خلاص أهو داخلين على الهب. أخيرا قد وصلنا. إحنا دلوقتي في ALX هاب. الصراحة قابلت هنا ناس صحابي أحب أعرف عليهم. باشمهندس عبد الرحمن و باشمهندس إيه؟ يوسف جو. عايز أقول لكم إن أنا قابلتهم النهاردة في ALX. هما بيدرسوا دلوقتي في باثوي. والصراحة يعني أنا شايف إن البيئة هنا، المكان هنا يعني حاجة فوق الوصف، إن أنت تركز في شغلك أو تقابل ناس ناجحين، ناس كويسين في الكارير بتاعهم، إن أنت تتعلم منهم. وبعد يوم طويل رجعنا. والحقيقة الدرس اللي اتعلمناه النهاردة إن مهما كان المجتمع بيغير في البني آدم وبيأثر فيه. يعني لو أنت في مجتمع ناس ناجحة وناس كويسة هتبقى كويس وناجح، ولو أنت في مجتمع فاشل وناس فاشلة فأنت دايما هتفضل فاشل. فدايما اختار البيئة اللي أنت حاطط نفسك فيها، أو البيئة اللي أنت تبقى متواجد فيها. والحقيقة القعدة مع الناس بتعلمك كتير. يعني أنا اتعلمت النهاردة درس من صديقي لما بسأله عن رأيه في الفيديوهات اللي بعملها. قال لي النجاح مش ان انت تعمل حاجة للناس عايزاها، الناس اللي عايزاها، اللي الناس عايزاها، او تعمل حاجة عشان تشوف رأي الناس فيها. النجاح ان انت توصل لهدفك او تعمل حاجة اللي انت عايزها. والحقيقة الصراحة كلامه أثر فيا قوي، وعلمني درس جديد ما كنتش أعرفه قبل كده.
وزي ما قلنا انت لو محتاج ناس بتصلي وناس كويسين هتروح للجامع، محتاج ناس فاسدين عارف مكانهم فين. كل الناس معروف مكانهم فين، المهم ان انت تخلي بالك من البيئة بتاعتك اللي انت فيها، وحط نفسك في بيئة كويسة عشان تبدأ تطور من نفسك. واتمنى اشوفك على خير الفيديو الجاي يا صديقي.